سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ومرحبا بكم معي دائما في قناتي وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم وصفة اللوبيا بيضاء بالمرقاز على طريقتي. تجي بنينة بزاف، بواحد المرقة تجي حمرة وخاطرة، واللوبيا هذيك تجي طيبة زبدة. بدنا نروح نشوفوا طريقة التحضير. هنا عندي كمية من اللوبيا، يعني كل واحد يدير الكمية حسب أفراد العائلة ديالو. اللوبيا ديالي درت لها مغرفة صغيرة من خميرة الحلويات وخليتها، يعني شمختها في الماء ليلة كاملة كما نقولوا حنا، خليناها ترطب في الماء ليلة كاملة. ومن بعد هنا جبت البرمة ديالي وفرغت فيه هذيك اللوبيا بها ماها، يعني الماء يعني اللي باتت فيه، ما نديروش ماء واحد اخر. ودرت لها وريقه تاع الرد هنا، وراح ندير اللوبيا ديالي طيب لي يعني نص طياب، حوالي 20 دقيقه هكاك، المهم يدخلها الطياب. وهنا من جهه واحده اخرى راح ندير المرقاز ديالي هكذا في البرمه، نخليوه يتقلى ونخليوه يطلق هذاك الزيت ديالو. يعني ما تضيفوش نتوما الزيت، خليو المرقاز تاعكم يتقلى، راح يطلق الزيت تاعو. هنا ديروا ربي وحبه بصل تكون كبيره شويه. ودرت حوالي 2 سنات نتاع الثوم. وهنا عندي تاني حبة نتاع طماطيش تكون كبيرة، يعني نقيتها من الزريعة وربيتها. هنا راح نضيف الملح وراح نضيف التوابل، درت فلفل اسود، درت الكمون، وراح ندير تاني فلفل احمر حلو، وراح نزيد تاني ندير مغروف كبيرة يعني تاع طماطم مصبرة. انا هنايا درت كلش هكذا مع بعضها، وراح نخليهم يتقلاو، يعني يتقلاو على نار تكون قليله، وخليوها تتقلى لكم مليح هكذا باش تجيكم المرقه ديالكم خاطره، تجي بزاف بنينه. خليوها بك يعني تتقلى لكم مليح، ضيفوا كلش مع بعضها كما درت انا، وخليوها تتقلى على نار تكون قليله. هنا من بعد ما تقلى لي كلش مع بعضها، هنا نجيب هذيك اللوبيا اللي درتها الطيب يعني نص طياب، راح نضيف اللوبيا ديالي ونشوف يعني مع المرقه اذا لقيتها ناقصه شويه. هنا زدت ضفت انا الماء نضيفوه يكون سخون، يعني يكون غليان، ما تضيفوش بارد هكذا، راح تسخسى معكم اللوبيا ويعني تجي تطول يعني شويه في الطياب. على بيها يعني ضيفوا الماء يكون سخون. انا درت قرن فلفل حار وراح نقص للنار ونخلي اللوبيا تاعي الطيب يعني في غرضها، تجي يعني المرقه خاطره وتجي اللوبيا هذيك طايبه زبده. واللي عندها الكوكوط تغلق عليها الكوكوط وراح الطيب يعني ليه. هنا كيما راكم تشوفوا اللوبيا ديالي راهي واجده، جات يعني كيما تشوفوا امامكم بواحد المرقه بزاف بنينه وخاطره. وهنا زدت ضفت لها من الفوق الدبشه، يعني اللي يحبوا يديروا الدبشه. وجربوا هذه الوصفه على طريقتي، ونتمنى ان شاء الله راح تعجبكم، ونتلاقاو في وصفه اخرى.